السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. لو اول مرة تشوفوا القناة تعملوا القناة لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من ان شاء الله بنزله. النهاردة الفيديو بتاعنا هنعمل مع بعض الحمام المشوي في الجريل كده او على البوتاجاز من فوق كده بطريقه جميله وسهله بدون فحم ولا اي حاجه. هتاكلي احلى واطعم حمام. طبعا احنا محتاجين التغيير، وطبعا ما في يعني الحمام المحشي حلو جدا طبعا، بس هنعمل مع بعض النهارده الحمام المشوي بطريقه جميله. جربيها واعتمديها ان شاء الله هتعجبك. وصفه سهله وسريعه ومكوناتها كلها موجوده عندنا في البيت. يلا بينا كده نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف مكوناتنا ومقاديرنا. اول حاجه معايا حمام زي ما احنا شايفين، جبته ونضفته كويس جدا بالشكل اللي احنا شايفينه، خليناه شمعه منوره. فتحته كده من سلسله من الظهر زي ما احنا شايفين، وطبعا غسلته حلو جدا ونقعته في محلول النقع اللي هو دقيق وخل وليمون وطماطم او طحينه. طبعا شلنا ريحه الزفاره، والليمون طبعا اكيد شلنا ريحه الزفاره منه خالص، وبقى معانا تمام جدا حلو قوي. معايا طماطم ومعايا فلفل اخضر حاجه بسيطه، ومعايا بصلايه تمام مقطعه جوليان، ومعايا كمان توم. اول حاجه كده نسمي الله. جبت معايا طاسه على النار، حطيت فيها ماده دهنيه، حطيت كده فيها زبده زي ما احنا شايفين. زبده صفرا حطيتها كده طبعا عشان ايه تديني طعم حلو قوي. هنشوح بقى الحمام بتاعي، نديله صدمه كده، ننزل كده من الشكل اللي احنا شايفينه من على الناحيه اللي فيها الجلد عشان تتشمع معايا على طول، ما يتهرش معاكي ولا الجلد بتاعه يتقطع ولا اي حاجه، ويبقى شكله معاكي ظريف في التقديم. تمام. حطيت كده زي ما احنا شايفين الحمام بتاعي، وكمان هبدا انزل بقى بالكبد والقوانص. يعني حاول ان احنا ما نغمقش الحمام من اول صدمه كده، يعني كل شويه هنشوف مع بعض في الفيديو الطريقه. كل شويه هنقعد نقلبه من كل جنب كده شويه لغايه ما ياخد معانا اللون الذهبي اللي احنا شفناه مع بعض في اول الفيديو. تمام. هبدا شايفين اهو خلاص كده وخد صدمه على الوش. هبدا ان انا هقلبه على الناحيه التانية برضو، هخليه كل شويه هيبقى بنفس الطريقه. هنبدأ بقى ان احنا نبدأ نبهر الحمام بتاعي، وهنشوف مع بعض هنبهره بالبهارات بسيطة جدا جدا اللي موجودة عندنا في اي بيت. هنزل كده بالبصل زي ما احنا شايفين اللي مقطعاها كده بالشكل دوت كده. طبعا لان البصل بياخد وقت معايا في السوا شوية، فانا عايزة انزل بكل حاجة بتنزل في وقتها حسب التسوية بتاعتها. هبدأ بقى احط كده ملح، وكمان فلفل من الاسود كده رشة بسيطة، وكمان رشة بسيطة من الهيل المطحون او الحبهان، فص كمان من المستكة، وكمان احط عليه كده رشة بسيطة من السبع بهارات. وكده تمام جدا. هبدأ بقى ان انا هقلب كده عشان طبعا كل الكلام ده كده يدخل جواه البهارات اللي احنا حطيناها ويتملح معايا ويبقى طعمه حلو قوي. بجد طعمه جميل جدا واكلة سريعة، يعني في اي وقت تجهزيها ما بتاخدش معاكي وقت خالص. اما بكون محتاره ومش عارفه اعمل ايه وعندي حمام في التلاجة كده بطلعه وبعمله كده على طول. عملته مع طبق مكرونه بسيط وكان طعمه بجد جنان. هنبدأ انزل كمان بالطماطم والفلفل، هحطهم بطريقه عشوائيه جدا خالص بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. وهبدأ ان انا بقى هسيبهم كده يعيشوا كده مع نفسهم بشكل ودي كده وياخدوا يدوا مع بعضهم. تمام. عايزاكم تقولوا لي ايه رايكم النهارده في الوصفه بتاعتنا. يا رب الوصفه بتاعتنا تعجبكم وتكونوا استفدتوا منها. هنزل كمان كده بفصين كده من الثوم مفرومين وهحطهم على المكونات دي كده كلها، وهسيبها بقى. طبعا فصين الثوم دول هيغيروا معايا الطعم وهيدوني ريحه خطيره مش هقدر اقولك عليها الا لما تجربيها. طبعا عارفين كلنا الثوم ريحته حلوه جدا جدا. هغطي بقى على الكلام ده كله. معايا كمان ميه سخنه، كمان ربع كوباية من المية السخنة هنزل عليها على الحمام كده بيها عشان ايه ياخد بقى كمل السوا بتاعه زي ما احنا شايفين اهو. يكمل السوا بتاعه ربع كوباية بس صغيرة كده وخلاص كده تمام جدا في كل حاجة، وحطينا له كل المكونات والبهارات بتاعته. هنغطي عليه بقى ونسيبه كده، وكل شوية هنبدأ ان احنا نفتح عليه ونشوفه مع بعض هيبقى شكله عامل ازاي. ما ننساش بقى نحط اللايك للفيديو لان احنا بنتعب طبعا جدا في الفيديوهات دي، فما تنسيش تحط اللايك في الفيديو لان الفيديو اللي بيرفع اللايك اللي بيرفع الفيديو. تمام. حطيت بقى كده زي ما احنا شايفين، شلت الغطا من عليه وبدأت ان انا هقلبه بالشكل ده. شايفين بجد حلو قوي قوي وريحته جميلة 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 جدا، وطعمه كمان اجمل. شايفين اصلا لون الصوص بتاعه لونه حلو قوي، بس احنا لسه هنعوز معانا ان هو يتحمر معايا ويعني ايه ياخد لون عن كده. هفضل كمان اغطي تاني وهسيبه شوية ونشوفه مع بعض.
تمام. بدأ ياخد معايا لون اهو زي ما احنا شايفين، شكله حلو قوي قوي. نقلبه كده. طبعا احنا بنعمل على طول حمام محشي فريك، محشي رز، بالكلام ده كله طبعا، فمحتاجين تجديد وتغيير في المطبخ. انا بعتمد دي على طول كده، بجد الطريقه دي بتبقى حلوه قوي وسهله وسريعه. ممكن كمان يعني تتبليه وتشويه على الفحم زي الفراخ المشويه، بيبقى طعمه برضو حلو قوي. بس دي كده انجاز سريع كده ليكي في البيت وبأقل الامكانيات. شايفين لونه حلو قوي قوي بجد، بجد جميل جدا جدا. خلاص كده انا قلبته كمان مره اهو كده. خلاص هنبدا ان احنا نقدمه مع بعض بقى بطريقه حلوه وشكل جميل. طبعا العين بتاكل قبل البق، وزي ما احنا عارفين وزي ما احنا متعودين، اهم حاجه التقديم للاكل. حتى لو اكل وحش وتقدمتيه حلو، بيبقى شكل الاكل حلو جدا جدا. هنقدمه بقى مع مكرونه زي ما قلت لك، وقدمته بالشكل البسيط الجميل ده. كان عندي طماطم كده صغيره حطيتها والجزر والخس. وده كان الفيديو بتاعنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو اول مره تشوفونا، ما تنسوش تعملوا القناه لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني ان شاء الله. واشوفكم في فيديو جديد وصفات تانية جايه احلى كتير باذن الله. وما ننساش نحط اللايك للفيديو، واشوف وشكم بخير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.